غسيل الاموال. طبعا انت سمعت الكلمة دي قبل كده كتير وطنشت. انت عارف ان هي حاجة مش قانونية، بس تقريبا كده مش فاهم يعني ايه غسيل اموال. فتعالى بقى نفهم سوا. بص يا سيدي، والموضوع باختصار شديد، غسيل الاموال ده زي ما يكون واحد معاه فلوس كتير بس الفلوس دي حرام، يعني جاية من اي حاجة غلط. المشكلة ان الفلوس دي صعب يستخدمها بشكل طبيعي في حياته، يعني ما يقدرش يحطها في بنك، ما يقدرش يشتري بيها شركة كبيرة مثلا عشان هيسألوه الفلوس دي جبتها منين. فهنا يجي دور الغسيل، بيحاولوا يخلوا الفلوس دي تبان كأنها جاية من مصدر دخل قانوني، كأنها فلوس مكسب مشروع. طب تعالى كده نفهم بشويش. ده المعلم عبد متجلي، المعلم عبد متجلي شاطر قوي في انه يجيب فلوس حرام. يعني تجارة سلاح ماشي، ممنوعات ماشي، اي حاجة حرام معاك فيها، وبيكسب من الشغل ده ملايين. لحد هنا حلو، الراجل بيكسب والدنيا تمام، بس في مشكلة صغيرة كده خالص هتوديه في داهية. معلم عبد متجلي عايز يعيش حياته، يفتح مشروع بالفلوس دي، وغير كده لو راح يحط الفلوس دي في اي بنك هيتقال له من اين لك هذا. فالمعلم عبد متجلي قال لك انا هفتح مطعم، وفتح المطعم ده بيكسب كام في اليوم؟ المطعم بيكسب 1000 جنيه مكسب حقيقي. معلم عبد المتجلي يعمل ايه؟ يسجل في الدفاتر بتاعته ان المطعم كسب النهارده 50,000 جنيه. هو بيعمل ايه؟ هو بيدخل الفلوس الحرام على انها ايرادات من المطعم، وبعدين يحطها في البنك عادي، طبعا ما جايب من المطعم. كده الفلوس حصل لها عملية غسيل، بقت تبان كأنها مكسب من المطعم وهو أصلا ما باعش بده كله. وبكده نكون فهمنا بكل بساطة إن غسيل الأموال هو عملية تحويل الفلوس اللي جاية من مصدر غير قانوني لفلوس تبان إنها قانونية علشان الواحد يصرفها براحته. بس كده معلومة بسيطة تفرق كتير. تنساش اللايك والشير، واستناني في اللي جاي.